بملء الفم. النهارده حسام مظلوم. النهارده حسام انت بتحطه تحت ضغط كبير جدا وخرجت المؤتمر الصحفي عن سياقه. انا ما بدافعش طول الخط، ودايما انا عندي مبدأ انه الاشاده عندي مش شيك على بياض اديهولك طول الوقت. الاشاده عندي مكافأة، لما تستحقها بتاخدها، ما بتستحقهاش ما بتاخدهاش. النهارده حسام حسن انا المؤتمر الصحفي يوضح تفضل. المؤتمر الصحفي اسمه ايه؟ اسمه المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر ونيجيريا. مش مؤتمر صحفي لتقييم حسام حسن. الصحفي مع احترامي ليه ومن حقه ان يسأل الاسئلة، ولكن اسئلته لما انا اروح اقيمه اقول له انت فاشل، واقول له ان انت تقصد بالسبعه وانت كنت ضعيف، وبتعلق شماعه الفشل على امور لا تمت بصله الى كره القدم، وشككت في السبع القاب. انت بمعنى كلامك ان انت بتشكك في السبع القاب اللي فازت بيهم مصر. كل هذا الكلام يطلع من هو انت جاي تقيمني ولا جاي تسالني سؤال عن الماتش؟ انت كصحفي ما تسالنيش، واحنا اعلاميين وعارفين المؤتمرات الصحفيه. حتى اللي بيدير المؤتمر الصحفي لما انا اروح كصحفي واسال سؤال خارج نطاق المباراه اللي احنا بنتكلم عنها، بوقفه بقول له لو سمحت كلمنا في المباراه اللي احنا بنتكلم عليها. غابت عن فتحي هذه اسمه انا بس تفضل. المؤتمر اسمه كده، بكرر، مؤتمر صحفي خاص، لازم كلمه خاص، بمباراه مصر ونيجيريا. ايه دخل الفشل والحكايه؟ وانت جاي يعني حتى على المستوى الانساني انت جاي لي وانا مجروح وانا خسران وانا عندي مشاكل كتيره وبتستفزني. وجود المشكله كمان حتى لما تواصلت مع الصحفيين، خلي بالك في نقطه مهمه بس، انه ده لا يتعلق من بعيد ولا من قريب بالتنظيم. كون انه في منسق اعلامي من السنغال كان بيدير المؤتمر بشكل حتى لو كان من المغرب منسق اعلامي، لا يعني ان المغرب لا سمح الله. وكان هناك احتجاج من الصحفيين المصريين، كان هناك احتجاج وخروج وخرجوا لانه لم يسمح لهم بطرح الاسئله. تخيل الاسئله معظمها طرحت من الصحفيين المغاربه. يعني انت تصف هذه الاسئله، تصفها. اكمل بس الجمله دي عشان الوقت تفهمها. يا انت سايب فتحي لا وانا اللي معني بالموضوع ما اتكلمتش فيه يا مشاري. انا دلوقتي كصحفي المباراه مباراه مين؟ مصر ونيجيريا. معظم الصحفيين اللي موجودين وبيسالوا مغاربه، مع احترامي لهم من حقهم، بس بديهي مين اللي له الاولويه انه يسال؟ الصحفي المصري ولا الصحفي المغربي؟ لم يسمح الفرصه للصحفيين وكنت اتمنى انه اللجنه المنظمه، وده برضو لا يعيب المغرب منظمه بطوله اكثر من ممتازه، بطوله موندياليه بكل معنى الكلمه، بس مش معناها ان احنا ما فيش بطوله ما فيهاش اخطاء، خطا حتى ولو خطا بسيط، ده اللي احنا بنتكلم عنه. لما يكون انا كصحفي اتعمد وكاني متحفز لمدرب وجاي اهينه وادوس له على الجرح وهو اللي يطلب السؤال بهذه الالفاظ، اللي يطلب يرفع ايده للسؤال، ده مش سؤال. وقال له يفتقد للياقه، امال يعني يعمل له ايه؟ ما قامش مسك في خناقه. فانا بقول انه الصحفي لم يكن موفق، هو صحفي زميل وعلى عيني وعلى راسي واحترمه، ولكن لم يوفق. انا احيانا لا اوفق ظلم بوجهه نظرك. حسام حسن ظلم بتوجيه هذه الاسئله اللي اعتقد يعني فيها شيء من تحتاج وقت زياده بعد عشان تكون راضي. بدر، شوف للامانه أتصور على أنها نقطة سوداء جاءت لتلطخ المشهد بشكل عام. احنا كنا انتقدنا مدرب منتخب نيجيريا أشد ما يكون الانتقاد على خروجه على النص في كثير من التصريحات التي لم تمس في الواقع بجمالية البطولة، ولكن كانت شادة شذوذ كبير جدا والكل هاجمها. اليوم أيضا حسام حسن جنوب أفريقيا، اليوم أيضا حسام حسن يكرر العملية، بينما كان متوقع أن يأتي إلى لقاء صحفي أو مؤتمر صحفي ليصلح ذات البين ويصحح ما ارتكبه من أخطاء جسيمة خلال تصريحاته في أعقاب مباراة منتخب مصر والسنغال، عندما أشار إلى أمور لوجستية تتعلق بنظام البطولة وتتعلق بنظام الإيواء وتتعلق بالمجهودات المبذولة لوضع المنتخبات في وضعيات مريحة جدا. عندما يأتي الانتقاد بتلك الطريقة وتغضب الاتحاد المصري لكرة القدم وعلى رأسه هاني بوريدة، لأنه هذا البلاغ أو هذا البيان الذي أصدره الاتحاد عكس كلام؟ لا، لم يعكس الكلام، لكن جاء ليطفئ النار التي أوقدتها تصريحات حسام حسن.
لأنها لم تكن في محلها ولم تكن لها أي طبيعة احترافية. أنا معك في أنك تعلق على خسارتك في مباراة بطريقة فنية باعتبارات فنية، ولكن خلي عليك الأمور الأخرى جانبا لأنها لم تكن مؤثرة لا الجمهور ذكر صابر أن الأسئلة خرجت من سياق المواجهة وفيها ظلم لكن أعود إلى السؤال نفسه. سؤال الصحفي المغربي نفسه لا يحمل أي إهانة، لا يحمل أي إهانة. من حق الصحفي أن يطرح السؤال الذي يريد، ومن حق المدرب أن يجيب عنه أو لا يجيب عنه. هذه قاعدة نعرفها في المؤتمرات الصحفية. ثم أيضا هو لم يصف في أي لحظة حسام حسن بأنه مدرب فاشل. قال فشلت في تأهيل منتخب مصر إلى الدور النهائي. لا شوف حالة هو مش بيقيمه، هو بيقيمه في لا حالة انت اطرح سؤالك وخلاص. يا صابر، هو يقيم حالة الإعلام المصري كله قال على أنها حالة فشل. الإعلام المصري يقول أنا كصحفي مغربي أنا على كل حال أي صحفي يقول على كل حال لا أي صحفي يقول ما كان فيه لا أنه وصف حسام حسن بالفاشل ولا هو أهانه. قال فشلت، قال له وحزن 120 مليون وجه ل 120 مليون. طيب لم يقل له أنت مدرب فاشل، قال له فشلت في أنك تؤهل منتخب مصر. أوكي، إذا متفقين على هذه الجزئية. فإذا الجواب أنا أتصور يبدو لي واضح على أن حسام حسن يفكر في طريق يختلف تماما عن طريق الاتحاد المصري، لأنه ما جاء في بيان الاتحاد المصري يبين على أنه أراد أن يرمم ما اختل في تصريحات حسام حسن. وأذكرك، أنت عرضت لي جملة مهمة جدا، نعم. لكن سأذكرك بما هو أجمل وأنا شاهدته هنا. وإذ نتمن عاليا هذا الجهد الكبير فإننا على ثقة تامة بأن قيادات مصر والمغرب ستواصل العمل معا لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين ورفع راية كرة القدم العربية عاليا في المحافل القارية والدولية. بمعنى أن حسام حسن لا يمكن أن يتبنى لوحده أنه يرفع راية الكرة. صابر يقول في خلط هنا يا مشاري بعد إذنك، في خلط هنا بعد إذنك. احنا بنشبك الموضوعين في بعض. أنا هنا شخصيا انتقدت تصريحات حسام حسن لما اتكلم على التنظيم. في خلط. وأنا يا صابر أنا كنت أول واحد تذكر أنا قلت بأنك كذبتك كرة القدم. اليوم أقول لك صدقت معك كرة القدم، صح؟ اليوم أقول صدقت معك كرة القدم. صابر، أنا الخلط وين؟ الخلط أقول لك احنا بنتكلم في الربط ما بين اللي حصل في المؤتمر الصحفي النهارده وبيان الاتحاد الكوره. انا واحد من الناس غلطت تصريحات حسام حسن على التنظيم لانه التنظيم ممتاز. بس تتفق ان الرد هذا عكس التصريحات على البيان عكس التصريحات ولا لا؟ يا مشاري لحظه، انا اسال صابر. لا بس برأيك غير اجبني على السؤال. برأيك حسام حسن ألم يطلع على هذا البيان قبل ما يدخل الندوه الصحفيه؟ مو بالضروره. احنا دلوقتي بنتكلم على تفاصيل المؤتمر ولا الجانب التنظيمي عشان نبقى لا هم ربطوه التنظيم. بدر وفتحي ربطوه. انا دلوقتي في قسوه تعرض لها في المؤتمر مالهاش علاقه بالجانب التنظيمي. احنا لما كنا بنتكلم على الجانب التنظيمي انا قلت لك رايي في التنظيم ايه ورايي في تصريحات حسام يعني ما في ربط. انما النهارده لما ادخل البيان بتاع اتحاد الكوره في ما حدث في المؤتمر الصحفي، ايه علاقه ده بده؟ طيب انا اعطيك لا بس عشان فتحي يفصل بينكم. الله يرضي عليك، لا يرضي عليك، هذه كلمه لابد ان اقولها. تفضل. يعني ما اظهرته الكاميرا اليوم اننا نقلنا المؤتمر الصحفي لحسام حسن، صحيح، لكن مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تتناقل صوره بديئه جدا لمن؟ لشقيقه او لتوأم ابراهيم حسن الذي تحدث الى الصحفيين المغاربه يقول لهم انتم في 50 سنه حصلتوا لقب واحد. ما هذا التنمر؟ ما هذا الخطاب بالكراهيه؟ اسمح لي بكل أسف لا يمكن أن يصدر هذا الكلام على واحد مصري. نعرف العلاقات اللي موجودة ما بين المغاربة وما بين المصريين، ونعرف العلاقة المتينة والاحترافية القائمة بين هاني بوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وما بين فوزي القجع. يتحالفان في كل المؤتمرات الاتحاد الدولي لينتصر للوجود العربي. طيب. على والبيان اللي ذكرته. بس أعلق على النقطة دي من زاويتين عشان لا يتخيل احد ان انا مثلا بدافع عن ابراهيم حسن. ابراهيم حسن مخطئ فيما قال بنسبه 100%، ولكن هل من اللائق وهل من الانسانيه ان انت تصورني بدون علمي
وتنشر على وسائل ايا كان الصحفي اللي عملها تصورني بدون علمي، واحنا الناس كلها بتبقى في جلساتها الخاصه ممكن يكون متنرفز، ممكن تصورني بدون علمي وتنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، بس المكان كله كاميرات يا صاحبي. لا بس اي مكان. لا المؤتمر الصحفي انت بتكلمني لا بعطيك تجاوب. مين قال لك ان هو كان دي كاميرا المؤتمر الصحفي؟ لا واحد بيكلمه وبيصوروا خلسه، وانا من الاول قلت لك ان هو مخطئ عشان ما نخلطش الاوراق يا جماعه. يخاطب صحفي، عشان ما نخلطش الاوراق، لا يتكلم مع زميله، هو يخاطب الصحفي المغربي، هو بيتكلم معاه في حوار، يعني طلب منه حوار، انت بيصوروا خلسه وسالوا خلسه، وهذا الامر وصف هذا الامر مش معناها ان هو مش مخطئ. ابراهيم مخطئ، وقلت لك اول كلمه لكن مخطئ، انما مش انسانيه ان انت تصورني بدون علمي وتنشر القصه ديت، وكلنا يعلم ان يعني صعوبه انك تصور حد وهو قاعد. نعم فتحي. نعرف ان الاعلام عنده مبدا الحريه. انا نسال اللي نحب، انا نسال اللي نحب، ما سالتوش على الشقه نتاعو في القاهره شنو هو اللي فيها، سالته على كاس افريقيا على المقابله السابقه. انا حر كيما حسام حسن حر. لا اجيب عن هذا السؤال. طب ما هو ما اجاب. لا خلينا صابر عاد، لا اجيب عن هذا السؤال، وانت حر. من لا مش ترد تعطي فينا في دروس في الاعلام، لا عيب. النقطه الاولى. النقطه الثانيه، جاوبتني على هذا يجاوب حسام حسن، لانه هذا يقول لك ما في ربط. خلينا نجاوب عاد. نعطيك من حق فتحي، تفضل. هذا يرسل عندما تغادر المغرب وتمشي لمصر، ومن الاتحاد المصري تبعث هذايا بعد ما تغادر. اخي عايشين في العالم الكل، عمري ما فريق مازال يلعب والاتحاد نتاعو يشكر فيك على التنظيم. وين صارت هذه؟ لانه حب يطفئ النار. لا ولان التنظيم رائع. خلينا نكمل. صابر يعني بعد علق علي قد ما تحب. بعد علق قد ما انا نعطيك توا صحيح جوانب منطقيه، وانت كل واحد بشر. ثالثا، شو عجبك في صابر؟ مراوغ كبير. لا مالكش دعوه بصابر، خلينا في صلب. لا صابر لا خلينا في صلب القضيه. هذه صابر. لا مراوغ، خلينا في صلب القضيه. انا بتكلم في ابجديات يا فتحي. صح، انا بتكلم في ابجديات. خلينا في صلب الموضوع. مش هعطيك جواب. بس وصفه بمراوغ وعيب يعطينا دروس، وعيب يعطينا دروس. طيب يا صابر بعطيك تفضل يا فتحي، حقك ووقتك، تفضل. صابر شو يقول؟ عاش قلت مراوغ بالمعنى الباهي. طيب كمل. قلت أدين إبراهيم حسن وهكا ولا على ما فعل، لكن التصوير أدينه لأنه غير عادي غير قانوني. خلسة. لو وقع تصوير إبراهيم حسن في النزل وحده، هذاك مدان ويعاقب قانونا. أنت وين؟ أنت في ندوة صحفية علنية كما قلت أنت قلت، ولكن هذا كي يبدأ في مكان عام علني كلها كاميرات، تحس على روحك شنو اللي تقول، لانه التصوير ممكن. انت في شوف القانون يميز، تصورني في مكان خاص نتعاقب، نصورك في مكان عام انا حر، لانه المكان العام انت موجود لهنا وانت شخص عام في مكان انت استاذ قانون، هذا من الناحيه القانونيه يعني. انا اعطيك من الناحيه القانونيه، هذا من الناحيه القانونيه بالطبع. تصوير خلسه. هذا اعطاك من الناحيه القانونيه. انسانيا. طيب لا بس هيكمل واعطيكم، لان فتحي بيكمل. زين تقول له انت يعطينا دروس في شنو؟ هو يقول لك ما في ربط بالبيان. ما في ربط يقول. لا هو حر يحب يقراها. انا قريتها ما قلتوش دروس. انت لا قلت عيب يعطينا دروس اعلاميه. صابر من حقه يا اخي. لا يعطينا دروس اعلاميه. اعوذ بالله تقول صابر. انت قلت في البدايه عيب. ودي ما قلتش صابر يعطيني دروس ولا يعطيني. لا، أما في الإعلام في ندوة صحفية، وحضرنا آلاف الندوات الصحفية، أسأل ما أريد، واللي باش يجاوب ينجم يقول لي هذا السؤال لا أجيب. طيب وصف الأسئلة بالظلم. صابر وصفها بالظلم. والله إذا كان يراها ظلم وأنه يصادق على ما حصل في الندوة الصحفية، ويرى وأنه مدرب الفريق الوطني المصري وما أدراك يتشنج من سؤال فما بالك التشنج. لا بصابر سجل عندك، بس بنسمع حسام لأن حسام يتكلم عن حسام. أنا أقول أن الإعلامي الصحفي قد أخطأ. الصحفي أخطأ أولا، لأن على كل صحفي أن يختار كلمات أنا أقول
لاحترام، لأن كلمة فشل قوية جدا، غير مقبولة. كلمات كثيرة في اللغة العربية. لماذا لم يستخدموا عدم نجاح، لم يستخدموا خروج أم عدم نجاح، أم كلمة فشل. أنا أقول أن كان كبيرة. وأيضا حسام حسن نقول من غضب فقد أساء. من غضب فقد أساء. ليس الغضب هناك. كان يجب أن يكون حليم. لكن أنا أقول أن هناك فرق بين مدرب مصر وحسام حسن. لم نقبل أن هو مدرب مصر. يعني نعم، لم نقبل أن هو مدرب مصر. لماذا؟ لما قدم اتحاد مصر هذه الرسالة أو البيان، فما قاله حسام حسن نقول أنه هو حسام حسن شخصيا، ليس مدرب، لا يمثل هذه الكلمات لا يمثل. أيضا ثانيا أن كثير من أهل مصر، من شعب مصر والمغرب، لا يقبل هذه الكلمات، يقول أن لن نقبل فرق بين الدولتين لأجل هذه الكلمات. لا. هذا يبدو أن البيان زاد التلاحم وزاد كل شيء، وأشاد بالتنظيم وأشاد ما بين القيادات المصرية وكذا، والبيان واضح. حسن شخصية وليس مدرب صابر. وأنا بدأت حصتي النهارده بالآية القرآنية: إنما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إحنا أخوات في كل الأمور، بس التفاصيل ديت محتاجة توضيح. أنا بقول عشان قصة الخلط، البيان شيء، لانه معنى ان هم بيكرروا البيان معناها انه لا الاتحاد ولا صابر ولا الشعب المصري شايف ان البطوله ناجحه. البطوله ناجحه بنسبه مش 100%، 101%، بس ما فيش بطوله في العالم ما بقاش فيها بعض الاخطاء. وانا شايف انه من بعض الاخطاء النهارده ما حدث في المؤتمر الصحفي، الاسئله كلها من الصحفيين المغاربه. طب ما احنا عرضنا السؤال الاول وكان السؤال فيه شبه استفزازي، انه انت قلت والسبع بطولات ومصر، فهو حسام تماسك وقال لك انا اقصد انه السبع بطولات في ظل النظام الجديد بعد 4 سنوات، يعني صعب ان منتخب يوصل للسبع القاب، وشرح بكل بساطه رغم انه السؤال الاول مغربي والثاني مغربي والثالث مغربي. طب فين الصحفيين المصريين وفين الصحفيين النيجيريين؟ دي تفاصيل صغيره. الصحفي الاول كان